بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. معكم أميرة في قناة زي العسل. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة حالة بالشوكولاتة كده لذيذة وجميلة هتعجبكم ان شاء الله. هي مكونة من شوكولاتة وآيس كريم مانجا و... كنافة محطوط عليها سوداني. المهم ان هي ان شاء الله شكلها حلو هينال اعجابكم. نجربوها معانا هتطلع معاكم زي ما انتوا شايفينها كده. يا رب تنال اعجابكم. هنروح للمكونات. اول حاجة هنبتدي بيها ان شاء الله هنعمل مانجا. طبعا دلوقتي ده موسم الصيف. المانجا موجودة كتير. هنجيب اي نوع مانجا انتوا تفضلوه هنخليها وننضفها زي ما انتوا شايفينها. وهنجيب سكر على حسب الرغبة. وهنضيف كمان نص كوباية كريم شانتيه. انا جايبة كريم شانتيه خام من غير سكر عشان انا هضيف السكر على حسب الرغبة. ومعانا كمان كوباية لبن كبيرة كامل الدسم. مش خالي الدسم كامل الدسم عشان ايه يدي قشطة فيدي طعم حلو كمان في الايس كريم. هنحط الايس كريم في الكبة وهننزل عليه بالسكر على حسب الرغبة. انا هنا حطيت معلقتين بس. وحطيت كمان نص كوباية كريم شانتيه وهنزل عليهم بكوباية اللبن اللي قلت عليها. هتلاقوا حتى هي فيها قشطة. هنضربهم كلهم مع بعض في الكبة وهرجع لكم على طول اول ما اضربهم. انا هنا كده ضربتهم في الكبة وطلعت معايا بالشكل ده. هنحطهم في علب بلاستيك او في اي علبة بلاستيك عشان ندخلها الفريزر مش قبل 4 أو 5 ساعات على ما تجمد تماما. هيبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمه هيعجبكم جدا. ايس كريم في البيت خطير. انا مش اول مرة اعمله. طبعا تقدروا تعملوه باي نوع فاكهة لو انتوا عايزين. تعملوه بالشوكولاتة بالاوريو باللبن. تعملوه باي نوع فاكهة بقى فراولة موز. على حسب ما انتوا بتحبوا الايس كريم. اهم حاجة تكون فاكهة فريش وتعملوها بنفس الطريقة ان شاء الله ينال اعجابكم. ده احنا كده عملنا الايس كريم. هنسيبه في الفريزر معاكم بقى 4 5 6 ساعات مش هيجرى حاجة على ما نعمل بقية المكونات. وممكن طبعا الايس كريم يتاكل كده عادي خالص. هنروح بقى للمكونات التانية. هنجيب شوكولاتة خام ومعانا كمان كنافة نص كيلو كنافة. الشوكولاتة هكسرها واقطعها كده واحطها في حمام مية لغاية ما تسيح طبعا. والكنافة هقطعها فرفتة صغير خالص عشان هحمصها او احمرها في سمنة وزيت. هيبقوا معايا كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا قطعتها صغير. والشوكولاتة برضو كسرتها زي ما انتوا شايفين معانا كده. احنا رحنا حطيت على حمام مية في البخار. والكنافة انا حطيت سمنة وزيت وهبتدي احمرها واحدة واحدة لغاية ما تاخد اللون الذهبي برضو اللي انتوا هتشوفوه معايا. تحميرها هياخد وقت شوية بس معلش هتاخدوا النتيجة كويسة. طبعا احنا حطينا الايس كريم في الفريزر هياخد وقته على ما يجمد. معانا هنا نص كوباية سوداني او كوباية سوداني على حسب الرغبة برضو. هنا انا حمصته وخرجت منه الرطوبة وحطيته في الكبة. وهنزل عليه بمعلقتين 3 سكر عشان يطحنوا مع بعض. هضربهم في الكبة او في المطحنة. حطيت نص كوباية سوداني على معلقتين سكر. وهنا الكنافة زي ما انتوا شايفينها كده اتحمرت خدت اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. وهنا برضو انا ضربت السوداني مع السكر مع معلقتين 3 زبدة. بقت طلعت معايا زبدة الفول السوداني بس داخلها سكر.
عشان دي انا هضيفها على الكنافة. لو انتوا حابين تحطوا عليها اللون اخضر او كده، دي اللي هتبقى بديل البيستاشيو. طبعا كريمة البيستاشيو دي بتتحط مع الكنافة زي ما انتوا عارفينها مع الشوكولاتة، بس هنا انا بصراحة ما حطيتش، ما كانش متوفر عندي اللون الطبيعي، فعملتها من غير الوان. هنا انا حطيت على الكنافة معلقتين سكر بودرة عشان الكنافة ما تطلعش دلعة، وهضيف عليها السوداني اللي انا عملته معاكم في المطحنة مع السكر والزبدة. هقلبهم مع بعض عشان الكنافة تمسك في بعضها كده وتجمد، لما اجي ارصها تبقى ماسكة نفسها زي ما انتوا شايفينها معانا كده. هتنيني اقلب فيها كويس لغاية ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. وبعد كده طبعا انا خدت الشوكولاتة السايحة، حطيت لها معلقتين زيت عشان تدي لمعة، والمفروض ان انا هحطها في بولات، نعمل طبقة خفيفة كده من الشوكولاتة داير داير، بس يفضل ان هي تتعمل في كوبات او كوبايات بلاستيك او اطباق بلاستيك، بحيث ان انت لما تيجي تفكيها تتفكي معاكي بسهولة. انا عملتها هنا في ازاز ودي ما كانتش كويسة، ما تفكتش معايا بسهولة. حبيت عشان تفكيها لازم تحطيها في ميه دافيه كده، ميه مغليه ثواني، وبعد كده تقلبيها. طبعا لو انت مش عايزه تعملي الخطوه دي هتحطيها في كوبايات بلاستيك او في اطباق، انتوا هتشوفوا معايا كده اطباق برضو بلاستيك شكلها حلو، بتطلع شكل حلو اسمها ايه، في القالب بعد ما بيخلص. طبعا انا بوزع الشوكولاته، انا عايزين طبقه خفيفه، هحطها كده نص ساعه في الفريزر. ده القالب اللي انا بقول عليه، هتشوفوا معايا برضو. وهنبتدي بقى دلوقتي بعد ما حطيتها في التلاجة جمدت من ساعة، لو انتوا مستعجلين في الفريزر نص ساعة هتجمد معانا بالشكل ده. ونبتدي بقى نحط عليها الطبقات اللي احنا عملناها، اللي هي طبقة الايس كريم وعليها الكنافة بالسوداني زي ما احنا قلبناها مع بعض، وهنضيف على الوش فوق طبقة شوكولاتة تاني. هنبتدي دلوقتي نحط زي ما انتوا شايفين، بص الايس كريم طالع شكله حلو ازاي، طعمه كمان جميل جدا، جربوها يعجبكم قوي. حطينا الايس كريم، هنبتدي نضيف الكنافة، هنضيف الكنافة في بولة بولة، وهنسويهم طبعا ونسيب مساحة عشان احنا هنحط كمان طبقة شوكولاتة من فوق، الشوكولاتة السايحة انا ضايفه لها معلقتين زيت عشان تدي لمعة حلوة كده. احنا عملناهم، دي طبقة الشوكولاتة اللي المفروض هتضاف من فوق، بنوزعها كويس. والمفروض ان احنا برضو هنرجعها التلاجة تقعد ساعة او ساعتين برضو، لو احنا مستعجلين عليها هنحطها في الفريزر من نص ساعة لساعة عشان هي بتتاكل ساقعة طبعا، عشان الايس كريم هتطلع معاكم بشكلها جميل جدا وهتعجبكم. انا هنا بوزع الشوكولاتة اللي هي على الوش. لو انتوا وصلتوا للمرحلة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين طبعا انا هخلص بقية الكمية كلها وهحطها في التلاجة. انا دلوقتي طلعتها من الفريزر بعد ما قعدت ساعة في الفريزر. انا بصراحة كنت مستعجلة عليها. حطيتها في البولات الازاز، ما خرجتش معايا بالساهل، عملت لها حمام مية مغلية سخن كده ثواني وطلعتها عشان اعرف اقلبها. لكن البولات اللي هي البلاستيك اتخلعت معايا بسهولة جدا واتقلبت معايا سهلة. زي ما انتوا شايفينها معانا كده الايس كريم
معاه كنافة بالسوداني او المفروض تبقى بالبيستاشيو، ومعانا كمان الشوكولاتة طبعا طعمها جميل جدا، ان شاء الله تنال اعجابكم، جربوها هتعجبكم جدا.